بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا طلاب الصف الثالث المتوسط. إن شاء الله اليوم نبدي بالدرس الخامس اللي هو متباينات القيمة المطلقة. طبعا اللي فهم موضوع المتباينات المركبة راح يفهم موضوع متباينات القيمة المطلقة بكل سهولة. بسيط، فكرته بسيطة وجديدة. تمام؟ فاللي أريده منك تركز وياي. إيش راح نقول وإيش راح نسوي؟ أول شي ناخذه متباينات القيمة المطلقة التي تتضمن هاي العبارة اللي هي أصغر أو يساوي، أو نقدر نعتبرها أكبر حسب الجهة العالية. يعني قراية الأكبر أو الأصغر تختلف. فرضا لو عندي إكس وهاي العبارة من التسعة، أقدر أقول إكس أصغر من التسعة أو تسعة أكبر من الإكس، نفس الشي. تمام؟ يقول لي حل متباينات القيمة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد. اكس زائد 6 بالمطلق. انتبه، اللي يميز هذا الموضوع هو وجود هاي خطوط المطلق. هذني هنا خطوط المطلق. تمام؟ يقول لي اكس زائد 6 اصغر من 3. هو قايل لي متباينات القيمة المطلقة. شلون احل هذا النوع من الاسئلة؟ فد وركز وياي زين حبيبي. اقول له هاي العبارة اللي بالمطلق اكس زائد 6 راح انزلها. بعد هاي العلامة الأصغر راح أنزلها مرة منها مرة منها. بعد هذا الرقم الثلاثة ينزل هنا موجب، هنا سالب 3. تمام؟ تمام. شنو مطلبي أنا من هذا السؤال؟ شو أريد أحله؟ راح تقول لي أنا أريد هذا الإكس يبقى وحده. اللون أكثر من لون على مود تركزوا له. الإكس يبقى وحده. إذا لازم أتخلص من الموجب 6. شلون؟ أقول نضيف سالب 6 لكل الأطراف. راح تقول أستاذ أنا كم طرف عندي؟ هذا طرف الثلاثة، إكس زائد 6 طرف، والسالب 3 طرف. يعني سالب 6 سالب 3 أصغر إكس زائد 6 ناقص 6 أصغر 3 ناقص 6. أول شي هذني الاثنين يرحم. سالب 6 وسالب 3 سالب 9 أصغر من إكس أصغر من موجب 3 وسالب 6 إشارة الأكبر ونطرح سالب 3. انتهى عندي الحل. مجرد أقول له مجموعة الحل إكس حيث إكس ينتمي إلى R سالب 9 أصغر من الإكس اللي أصغر من سالب 3. خط الأعداد أخلي العددين سالب 3 من هنا وإشارته ودائرته مفتوحة، سالب 9 من هنا ودائرة تشبيهه تكون مغلقة. أما الخطوط ركز وياي، خلنا ناخذ كل جزء على المكان. شلون أتوقع الخطوط شنو اتجاهاتهن؟ ركز وياي. إكس أصغر من سالب 3. سالب 3 إشارته هيج. أنا الخطوط أسويها بهاي الصفحة. بعد إكس أكبر من سالب 9 الإشارة هيج. أنا أسوي الخطوط بهاي الصفحة. أتمنى فهمتوا فكرة الموضوع، وإذا ما فهمتوا تقدرون تراسلوني وإن شاء الله أشوف أعيد لكم إياه. يعني أنتوا إن شاء الله بقادم الأمثلة، لأن هواي راح نشرح كم من الأمثلة. إن شاء الله أنا متأكد تفهمون، بس أقول عسى احتمال نلقى أحد ما فهم، إن شاء الله نعيد له إياه ويتدلل. أروح على السؤال اللي بعده. مطلق واي ناقص 5 أصغر أو يساوي 1. ركز وياي. لو ترجع على المثال الأول كان عندي فقط المطلق. بين المطلق
وإشارة الأصغر ما عندي أي شيء. أما هنا بين المطلق وإشارة الأصغر عندي -5. لازم قبل الحل نتخلص من -5. ايش راح اقول له؟ مطلق واي يبقى -5 اصغر او يساوي 1. راح اقول له مطلق واي يبقى اصغر او يساوي تنزل 1 ينزل -5 يتحول شي يصير -5. مطلق الواي اصغر او يساوي 1 زائد 5 6. تمام. شلون افتح المطلق؟ واي إشارة الأصغر أو يساوي مرة هنا مرة هنا، 6 هنا بالطرف الآخر -6 نفس العدد عكس الإشارة. راح أقول له مجموعة الحل واي حيث واي ينتمي إلى R -6 أصغر من الواي أو يساوي اللي بدوره أصغر من 6 أو يساوي. أجي أرسم هذا خط الأعداد، هاي نقطة 6 إيش بيها مغلقة، -6 هم مغلقة، وأعبي المنطقة اللي بيناتن. موضوع سهل وبسيط. أحول على المثال اللي بعده. شي يقول لي حل متباينات القيمة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الأعداد. 2x ناقص 5 بالمطلق زائد 3 أصغر من 11. أقول لي لازم أتخلص من هذا الزائد 3. راح أنزل البين المطلق اللي هو 2x ناقص 5 أصغر ينزل 11 ينزل موجب 3 من يتحول شي يصير -3. إذا 2x ناقص 5 أصغر من إيش قد؟ أصغر من عفوا 11 ناقص 3 إيش قد يطلع لي الناتج؟ 8. هسه أكو شي بين المطلق والإشارة الأصغر؟ لا، أفتحها. راح أقول له 2x ناقص 5 إشارة منا مرة منا، هنا 8 هنا -8. أريد أتخلص من هاي -5، أضيف لكل الأطراف نفس الرقم عكس الإشارة اللي هو -5. يعني -5 ناقص 8 أصغر من 2x ناقص 5 -5 أصغر من 8 زائد 5. -5 وسالب 5 يرحم. زين، -5 وسالب 8 إشارة الأكبر سالب 8 نقص من عدها 5 3. هنا بقى 2x 8 زائد 5 13. زين، أنا أريد فقط الإكس، إذن أقسم كل المعادلة على 2. راح يطلع لي -3 على 2 أصغر من x أصغر من 13 على 2. انتهى الحل. ايش راح أقول له؟ راح أقول له solution x حيث x ينتمي إلى r -3 على 2 أصغر من الإكس اللي بدوره أصغر من 13 على 2. خط الأعداد، هذا خط الأعداد. الدائرتين عفوا الدائرتين مفتوحات، 13 على 2 -3 على 2. أحشي المنطقة البيناتهم. أحول حبايبي، أعتذر طبعا شوية صوتي انبح لأن صار وقت طويل كلش أسجل محاضرات لكم ولا بقية الصفوف هم نفس الشيء. أحول على السؤال اللي بعده اللي يقول لي مطلق x زائد 8 أصغر من 9.
ايش راح اقول له؟ اقول له هذا زائد 8 لازم اتخلص منه اني. مطلق اكس ينزل، اصغر ينزل، التسعة ينزل، موجب 8 منه حوله يصير سالب 8. مطلق الاكس اصغر من 1. شلون ينحل الاكس بالنص؟ الاصغر مرة منها 1 بسالب 1. مجموعة الحل اكس حيث اكس ينتمي الى ار سالب 1 اصغر من الاكس اصغر من الواحد. من نريد ارسم على خط الاعداد، هاي نقطة الواحد، هاي نقطة السالب 1، واحشي المنطقة البيناتهم. تمام. احول السؤال البعده. شو يقول السؤال البعده؟ بالمطلق 3 زد ناقص 7 اصغر او يساوي 2. شو راح اقول له؟ راح اقول له بسيطة، ماكو شي بين المطلق والاشارة الاصغر او يساوي، اذا 3 زد ناقص 7 تنزل، اصغر او يساوي اصغر او يساوي 2 سالب 2. اول شي اريد اتخلص من هذا السالب 7، اضيف لكل الاطراف موجب 7، سالب 2 موجب 7 اصغر او يساوي 3 زد سالب 7 موجب 7 اصغر او يساوي 2 موجب 7. سالب 2 وموجب 7 موجب 5 اصغر او يساوي، ذني الاثنين راح يبقى فقط 3 زد اصغر او يساوي 9. اريد فقط الزد اني اقسم على 3 تقسيم 3. 5 على 3 ينزل اصغر او يساوي زد فقط يبقى بالنص، 9 على 3 3. ما بي اي مشكلة ان شاء الله. شو اسوي؟ ارجع هذا اخليه ضمن الحل، يعني راح اقول له solution z حيث z ينتمي الى r. 5 على 3 اصغر او يساوي z اصغر او يساوي 3. خلينا نرسمها على خط الاعداد. ركزوا وياي. من الأكبر 3 لو 5 على 3؟ طبعا 3. الدوائر مغلقات طبعا. ليش؟ لأن اثنيناتن بيه يساوي، والخطوط بيناتن تكون، وفهمتكم شلون وليش. حول على السؤال اللي بعده. شو يقول السؤال اللي بعده؟ 5 واي بالمطلق ناقص 2 أصغر أو يساوي 8. هاي ناقص 2 لازم أتخلص منها، أحولها لهاي الجهة. بالمطلق 5 واي أصغر أو يساوي 8 زائد 2. 5 واي بالمطلق أصغر أو يساوي 10. أفتح المطلق، 5 واي بالنص أصغر أو يساوي هنا وهنا 10 بسالب 10. العلاقة بين الخمسة والواي ضرب، أقسم على 5. سالب 10 تقسيم 5 سالب 2. 5 تقسيم 5 يبقى فقط الواي. 10 تقسيم 5 2. مجموعة الحل راح أقول له واي حيث واي ينتمي إلى ار. بعد سالب 2 أصغر أو يساوي الواي أصغر أو يساوي 2. أرسم هاي النقطتين اللي عندي ياهن، اللي هو سالب 2 والثنين، والنقطتين مغلقات. احول على السؤال الخامس. هاي قلت لكم راح احل لكم عدد كلش كبير من الاسئله الموجوده بي. السؤال الخامس شي يقول؟ يقول مطلق اكس ناقص 6 اصغر او يساوي 5.
قبل ما افتح المطلق لازم اتخلص من هذا السالب 6، يتحول للجهة الاخرى. مطلق اكس اصغر او يساوي 5 زائد 6. مطلق اكس اصغر او يساوي 11. افتح الاكس من المطلق، اكس بالنص اصغر او يساوي بالجانبين 11 والطرف الاخر سالب 11. بما انه الاكس وحده قبل ابدي مجموعة الحل اكس حيث اكس ينتمي الى ار. سالب 11 اصغر او يساوي الاكس اصغر او يساوي 11. 2 يساوي يعني الدائرتين مغلقات. 11 سالب 11. شوف لي السؤال الجواب، يقول لي بالمطلق 2 زد ناقص 5 أصغر من 2. أقول له هذا الناقص 5 يتحول للطرف الآخر، يعني 2 زد بالمطلق أصغر من 2 زائد 5. 2 زد بالمطلق أصغر من 7. أفتح المطلق، 2 زد بالنص، هنا أصغر وهنا أصغر، هنا 7 هنا سالب 7. على مود أتخلص من 2 أقسم على 2 المعادلة كلها. سالب 7 تقسيم 2 يبقى 7 على 2. 2 تقسيم 2 يبقى فقط زد. 7 على 2 هم يبقى مثل ما هو. راح أقول له مجموعة الحل تساوي لي زد حيث زد ينتمي إلى R سالب 7 على 2 أصغر من الزد أصغر من 7 على 2. أخيرا أرسم هنا موجب 7 على 2 دائرة مفتوحة، سالب 7 على 2 دائرة مفتوحة، وأحشي المنطقة بيناتهم. آخر أسئلة اللي هو أتوقع آخر 4 أسئلة، أي نعم. رقم 7 يقول لي 1 ناقص إكس أصغر من 1. هذا المثال راح أخلي واجب عليكم تحلوه ما بعد المحاضرة مباشرة، تدزوا لي ما عليكم بالامتحان اللي أسوي بنهاية كل محاضرة الجروب التليجرام. طبعا انتوا هذا أول ما تكملوا تدزوا لي، وطبعا أي أحد يشوف الفيديو يقدر من خلال قناتي على التليجرام يحل السؤال بيدز لي وأصحح له وأدز الجواب الصحيح. أحول على السؤال اللي بعده، يقول حل متباينات القيمة المطلقة الآتية: x ناقص 12 تقسيم 4 بالمطلق أصغر أو يساوي 9. إيش راح أقول لك حبيبي؟ أقول لك ماكو شي بين الأصغر أو يساوي بين المطلق، لهذا السبب أفتح المطلق بشكل مباشر. يعني شلون؟ يعني x ناقص 12 على 4 أصغر أو يساوي 9 أصغر سالب 9. أول شي أسويه أتخلص من هذا الأربعة. شنو هذا يعني شلون نقول شنو العلامة اللي بينه وبين الإكس؟ عملية قسمة، العملية اللي بيناتهم قسمة، يتخلص منه بالضرب. أضرب كل الحدود في 4. سالب 9 في 4 سالب 36 أصغر أو يساوي. هذا الحد من أضربه في 4 راح يروح ويا هاي 4. تمام؟ يعني شي يبقى لي x ناقص 12. 9 في 4 36. هسه اريد اتخلص من السالب 12. شلون اتخلص من سالب 12؟ احسنت، اضيف لكل الاطراف موجب 12. يعني سالب 36 موجب 12 اصغر او يساوي x ناقص 12 موجب 12.
أصغر أو يساوي 36 موجب 12. هذين الاثنين يرحم، بالنص يبقى فقط الإكس. 36 زائد 12 48. 36 ناقص 12 إشارة الأكبر سالب تنزل 24. راح أقول له مجموعة الحل x حيث x ينتمي إلى r سالب 24 أصغر أو يساوي الإكس أصغر أو يساوي 48. خط الأعداد أرسم عليه موجب 48 بدائرة مغلقة، سالب 24 دائرة صارت مربع، سالب 24 بدائرة مغلقة، أوصل بين الخطوط. آخر سؤالين، هذا الثاني نفس فكرة الأول، نفس الفكرة بالضبط. زد ناقص 1 تقسيم 7 بالمطلق أصغر أو يساوي 2. أول ما أتخلص من السبعة اللي بالمقام راح أفتح المطلق، زد ناقص 1 على 7 أصغر أو يساوي 2، وهنا هم أصغر من سالب 2. أضرب كل الأطراف في 7، نضرب المعادلة في 7. سالب 2 في 7 سالب 14 أصغر أو يساوي زد سالب 1 زد ناقص 1 عفوا أصغر أو يساوي 2 في 7 14. أضيف لكل الأطراف موجب 1 سالب 14 موجب 1 أصغر أو يساوي زد سالب 1 موجب 1 أصغر أو يساوي 14 موجب 1 سالب 14 موجب 1 سالب 13. هذين يروحن يبقى فقط زد. 14 زائد 1 15. مجموعة الحل راح يقول زد حيث زد ينتمي إلى R سالب 13 أصغر أو يساوي زد اللي أصغر أو يساوي من 15 الموجب. أرسم النقطتين مغلقات، يعني أترس الدائرة تكون مغلقة. هذا سالب 13 هذا سالب موجب 15 عفوا، أوصل بيناتهم. نروح السؤال الأخير اللي يقول 7 ناقص واي بالمطلق أصغر من 8. هذا السؤال الأخير بالحالة الأولى. خليته للأخير شوية فكرته حلوة، أو بالنسبة لي كمدرس حلو، بالنسبة لك يجوز تشوفها بيها صعوبة، بس أنا راح أحلك إياها بأبسط طريقة ممكنة. أكو أي شي بين المطلق والإشارة؟ لا، راح تقولي فارغات أستاذ، هذا المطلق هاي الإشارة وما بين شي، هاي المساحة فارغة. إذن أفتح المطلق بشكل مباشر. 7 ناقص واي 8 سالب 8. ركز وياي حبيبي، أني أريد أبقي فقط الواي. لازم أتخلص منين؟ لازم أتخلص من هذا 7. شنو إشارة 7؟ موجب. أضيف لكل الأطراف سالب 7. سالب 8 سالب 7 أصغر. سالب 7 موجب 7 ناقص واي أصغر من 8 ناقص 7. ذني الاثنين نفس العدد عكس الإشارة يرحم. سالب 8 وسالب 7 سالب 15 أصغر من سالب واي أصغر من 8 ناقص 7 1. شوف يا عيني، أنا هنا أريد فقط الواي. هاي إشارة السالب لازم أتخلص منها. أقول أضرب كل المعادلة في سالب 1. سالب 15 في 1 15. الواي ينزل. صحيح؟ لا. ليش؟ خلي أقول لك ليش. نضيف طبعا ملاحظة.
عندما نضرب في عدد سالب تقلب علامات الأكبر والأصغر. يعني شلون؟ هذا السالب 15 من نضربه في واحد راح يصير 15. شبيه 15 أكبر من الواي؟ واحد من نضربه بسالب واحد راح يصير سالب واحد. شبيه أصغر من الواي؟ انتبهنا، قلبت مكان ال 15 والواحد وقلبت إشاراتهن. هذا هو اللي يصير. راح أقول له مجموعة الحل واي، حيث واي ينتمي إلى ار، سالب واحد أصغر من الواي، الواي أصغر من ال 15. خط الأعداد ال 15 موجبة مفتوحة الدائرتين. سالب واحد و15. أعيد هذا المثال بشكل سريع. شوف هنا عندي موجب واي ورا ما افتح صار موجب واي، موجب 7 عفوا ناقص واي، هنا 8 وهنا سالب 8. تخلصت من هذا الموجب 7، شلون ضفت سالب 7 لكل الأطراف؟ هذا واحد هذا واحد هذا واحد، هذني الاثنين راحن، بقى عندي سالب واي. تمام. 8 ناقص 7 واحد، سالب 8 وسالب 7 سالب 15. ضربت المعادلة كلها في سالب واحد، ال 15 تقلب إشارته جبت لهذا الطرف. هاي العلامة نفسها، هاي العلامة نفسها. الواحد قلبت إشارته جبت لهذا الطرف، وراح السالب من الواي. لهنا واختمنا الفيديو الأول متباينات القيمة المطلقة. إن شاء الله ألتقيكم بالفيديو الثاني.